بالتأكيد كانت في الموعد ب5 أهداف، أحد نجومها محمد نور. أحييك وأرحب بك، أبارك لك هذه ال3 نقاط، استمرار النصر في الانتصار وصدارة دوري عبد اللطيف جميل. سأسألك بجزئية، بعد الطرد اختلف النصر، أصبح يبحث عن ال3 نقاط وليس فقط تعديل النتيجة. والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أمسي عليك وأمسي على الكباتن في الاستوديو، الكابتن ماجد عبد الله والكابتن عبد الرحمن الرومي. والله زي ما انت شايف يعني دائما الفريق منك انت تلعب قاعد تنافس على بطوله، كل مباراه بتكون اصعب من الثانيه، خاصه انه النصر لعب صراحه مباريات قويه في الفتره الاخيره. لعبنا مع الهلال كان ديربي، وكلاسيكو برضه مع الاتحاد كان مره صعب، واليوم مع الشباب يعني من الصعب انك تلعب خلال 10 ايام مباريات قويه. يعني مع انديه كلها بتنافس على البطوله، الحمد لله قدرنا انه نحصل على 3 نقاط مهمه وثمينه. والفريق دائما لما يكون بطل، يوم انك ترجع في مباراه تكون خسران 2-0 والفريق يكون ناقص، يعني انا كنت اتمنى الشباب يلعب معنا 11-11. صراحه بعد الطرد انضغطنا زياده وحسينا بالمسؤوليه، وطبيعي اننا بنهاجم، والشباب بدايه الشوط الثاني جات فرص، رغم انه المدرب اكد وحرص علينا انه ما نندفع، انه نلعب بتوازن ونحاول نحتفظ بالكوره كثير، لكن جاب هدفين الحمد لله. والله العظيم انا كنت متفائل صراحه انه نحن كنا ضاغطين، وافتكرت المباراه اللي لعبناها مع الشباب في رمضان كان فايز علينا الشوط الاول 2-0، استطعنا انه نعدل النتيجه 2-2 وفزنا في المباراه. وصراحه احب يعني اهني زملاء اللاعبين صراحه على المجهود هذا اللي بذلوه داخل الملعب، والاهم من كذا يعني صراحه زي ما انت شايف يعني النصر قاعد يلعب بروح عاليه، ودائما يعني الروح هي اللي بتساعد الفريق انه يكسب. يعني ممكن احيانا نشوف اليوم في اصابات في لاعبين جدد، جمعان وعبد المحسن عسيري داخلين جدد على الفريق، والحمد لله برضه ساعدونا داخل الملعب. وجمعان اليوم ما شاء الله تبارك الله يعني ساعدنا، يعني غطى عن بابنا وسجل هدف الفوز الحمد لله. يعني في شغل جبار يعني صراحه من الامير فيصل، وبرضه ما انسى ابو احمد يعني يعطي العافيه. وبالنسبه لي انا يعني احمد الله سبحانه وتعالى، وصراحه أنا عندي دعم لا محدود يعني من الوالده الله يحفظها، بعد الله او قبل الله قصدي عندي دعم يعني لا محدود من الوالده الله يحفظها، ودائما هي اللي بتكون يعني شهرتي في كل شيء، واحب اشكرها شكر خاص واهديها الفوز هذا. من ينافس النصر على صداره الدوري برايك من الانديه التي خلف النصر الآن؟ نتحدث عن الشباب، عن الهلال، عن الأهلي، من تراه عن التعاون، من تراه سينافس؟ والله شوف، مع احترامي أنا لكل الفرق يعني ما أنقص ولا أزود، النصر خصمه في هذه البطولة يعني ممكن كلام مستهلك، لا النصر هو خصم نفسه هذه البطولة. عندك مباريات تلعب وتكسب، وبرضه انت ما تعرف الظروف، لكن ان شاء الله باذن الله نحن كل مباراة زي ما سبقت وذكرت بنلعبها انها فاينل، وان شاء الله المباراه القادمه كمان عندنا مباراه يوم الثلاث، وبعدها ب3 ايام برضه عندنا مباراه مهمه مع التعاون. يعني ان شاء الله في بديل جاهز والفريق متكامل باذن الله، ونحن نكمل المسيره باذن الله. شكرا لمحمد